الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. حينما نريد أن نتحدث عن حزب اللات هذا، لا بد وأن نقول للمشاهدين إنه لا يضاف لله جل وعلا، هو حزب للات، حزب يقوم على وثنية ومجوسية وعلى أفكار ما أنزل الله بها من سلطان، فلا نعطيه شرف الإضافة إلى الله جل وعلا بل هو حزب الشيطان، حزب اللات. تأسس هذا الحزب، لا أريد أن أقول حزب الله هذا، تأسس هذا الحزب في لبنان حزبا سياسيا في سنة 85 فوق 1900، سنة 1985، لكنه نشأ حقيقة يا دكتور عثمان في سنة 1982. في 1982 هذا الحزب، حزب اللات هذا، خرج من رحم حركة أمل الشيعية، خرج من رحم حركة أمل الشيعية اللبنانية الموالية لإيران، الموالية، عشان كلامنا يبقى دقيق جدا، الموالية لإيران، لأنه لا ولاء لها للبنان ولا ولاء لها قبل ذلك إلى دين الرحيم الرحمن، بل إن الولاء الحقيقي هو لإيران. ثم أقول بعد ذلك سميت حركة أمل بعد المسمى الأول بحركة أمل الإسلامية. لماذا؟ الشقين يا دكتور، حركة أمل فقط حتى يقوم أتباع هذا المسمى بالأمر السياسي بداخل لبنان، وسميت بأمل الإسلامية حتى يقوم أتباع المسمى بتصدير هذه الفكرة إلى كافة بقاع الأمة الإسلامية، مثل ما اليهود سرطان في قلب المنطقة العربية، يقولون سرطان آخر في قلب الشام يصدر الثورة الإيرانية إلى كافة المنطقة العربية. بعد كده أخذ الحزب هذا صورة المناضل والمتحمل لآمال الأمة ولآلامها في كافة الأقطار والأمصار، لاستقطاب البسطاء والجهلاء والرعاع ولإدخالهم في شباك الشيطان الأكبر المزعوم والذي يدعي إمامة بإيران. نظرا يا دكتور لتاريخ حركة أمل الوحشية، فشلت في أن تخرج حركة أمل الإسلامية. أنا عايز المشاهد يبقى معايا جدا، المشاهد والمشاهدة، أنا قلت أهو حركة أمل بقى فيها مسميان، أمل فقط اللي هي قائمة بالعمل السياسي، أمل الإسلامية، لكن فشل هذا المسمى. لماذا؟ لأن تاريخها لا يسمح بوليد جديد، تاريخ الذي يشهد بالإجرام والبشاعة والوحشية وذبح المستوطنين من الفلسطينيين من أهل السنة بالاتفاق مع النصيريين الذين جاءوا من عند العلويين من دولة شقيقة، ذبحوا أهل السنة وأبادوهم، وكان ذلك بالاتفاق مع شارون أيضا، حتى لا يقع العالم في براثن خطب جذابة أو وعود خلابة أو ما شابه ذلك. أعلم تماما أني بالحق هذا أعادي دولا وملايين، لكن لله رب العالمين، ولو فهموا وفقهوا الحقيقة لعلموا أني لا أعاديهم، بل والله أدعوهم إلى الحق، أدعوهم إلى التوحيد، أدعوهم إلى الجنة لا إلى النار. المهم يا دكتور، تغير هذا الاسم، خلاص الوليد اللي خرج منه فاشل، الفصيل اللي خرج اللي هو حركة أمل الإسلامية فاشلة. ليه؟ لأن كل واحد عارف الوعاء اللي خرجت منه، الأم التي خرج من رحمها هذا أم مجرمة، وقلنا ولا تلد الحية إلا الحية، خلاص لم يثق الناس في ذلك. فالتوجهات والتوجيهات جاءت من إيران، لا أخرجوا فصيلا جديد من حركة أمل لا يسمى على الإطلاق بمسماها حتى ينتصر له الناس، نسميه إيش؟ يبقى حزب الله. حزب الله، حزب الله أضافوه لله جل وعلا بهتانا وظلما مبينا. مؤسس حركة أمل عشان الناس تبقى فاهمة يا دكتور، في الأصل اللي هو رئيس المجموعة دي كلها موسى الصدر. موسى الصدر هو إيراني الجنسية، هذا رجل من مواليد 1928، وشوف العجيب يا دكتور، إيراني الجنسية، تخرج من جامعة طهران، ولد في طهران، عاش في طهران، جاء إلى لبنان فحصل على جنسية لبنانية عربية وعاش بها حتى صار زعيما بهذه الأرض. مش لاحظ ان امر عجيب؟ عجيب جدا. زي ما قوم مصر كده حزب الله هذا ودخلوا بجوازات سليمة صحيحة وجاية مختومة متوثقة من الحكومة اللبنانية، هذا شأنهم كاليهود حيثما حلوا أو حلوا. نعم والله كأني أتذكر قول الله جل وعلا
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. نفس خصال اليهود، لأن مؤسسهم يهودي وعبد الله بن سبأ، فهم على ضربه. طيب يا دكتور، بعد كده بعد ما حصل على الجنسية أسس هذا الرجل منظمة أمل بتوجهات إيرانية وبأوامر إيرانية، ثم بعد ذلك أخذ الأموال من إيران وجمع التمويلات وبدأ ينفق على الأتباع بسخاء حتى كثر الأتباع، ثم بعد ذلك جمع لها السلاح والعتاد زي الحوثيين ما اتكلمنا عنهم تحت مسمى القتل لأمريكا القتل لليهود. وكأنها الحركات هذه الشيعية مكررة ما تتقوى وتنشأ إلا في بيئة موبوءة فيها فتن خصبة. في وقت الحرب الأهلية في لبنان كأنه صار لها شان، أصبح لها شان. نعم. والله لا تنشأ في بيئة طاهرة على الإطلاق. نعم. ولذلك هم جايين يخترقوا مصر من خلال مين؟ الدراويش. لأن الدراويش ينام، واحد رجل ينام مع واحدة غريبة يقول لك أختي في الله أنتم أهل الظاهر إنما أنتم تفهمون حاجة. الله مش بعيد على اللي بيقول ولي الكلاب ولي الحمير. ودخلنا من البيئة دي. المهم الصدر هذا أمر منظمة أمل بالتخلي عن الوطنية في النقطة اللي جاية. والناس عشان تقول لا يكون الشيخ الزوبي بيجامل أولياء الأمور، والله يا جماعة علمت الأمة وعلم الإنس وعلم الجن أني لا أخشى في الله لومة لائم، بل أقول بالحفاظ على ديني ومن خلال المنهج لا بد من طاعة أولياء الأمور في الحق، ولا بد من الأخذ على هذه القبضة حتى لا تتزلزل بلادنا.